سلام عليكم. اللي هتشوفها قدامك في الصورة دي كوثر محفوظ، صاحبة أكبر جريمة مرعبة حصلت في الجيزة. في 2006 كوثر كان عندها 19 سنة واتجوزت شاب اسمه محمود، وقعدوا في واحد من أكبر الأبراج السكنية في منطقة فيصل في محافظة الجيزة. والاتنين كانوا متعرفين على بعض من طريق العيلة. العيلتين كانوا بيحبوا بعض، وكمان محمود كان بيحب كوثر وكوثر كانت بتحبه جدا. محمود الناس كلها كانت بتقول عليه انه شاب ملتزم دينيا وكمان محترم وفي حاله، وكمان عنده مصنع وكريم جدا. وكوثر علاقتها بالناس اللي حواليها حتى في البرج اللي كانوا ساكنين فيه كانت علاقتها بالناس محدودة جدا. ولكن مشكلتها الأساسية إنها لما بتعرف حد بتديله كل أسرار بيتها. وفي يوم الأربعاء 2 أغسطس محمود يصحى الصبح وينزل على المصنع بتاعه، وكوثر هنا بتنزل السوق عشان تشتري شوية حاجات. ورجعت الساعة 1 الظهر، ولكن كوثر قالت للبواب إنها نسيت شوية حاجات من السوق وبعتته يجيبهم، وقالت له لما تجيبهم طلعهم لي على الشقة بتاعتي. كوثر شقتها كانت في الدور السابع، فهنا البواب ساب كوثر تركب الأسانسير وراح عشان يشتري لها الحاجة الباقية. وبعد نص ساعة البواب يرجع تاني ويطلع الدور السابع ويفضل يخبط على الشقة بتاعة كوثر. خبط شوية حلوين، ولما كوثر مردتش ساب لها الحاجات قدام الباب ونزل عشان عنده شغل تاني. ومحمود هنا يرجع من الشغل الساعة 5. هنا محمود يفتح باب الأسانسير قدام الشقة بتاعته يلاقي الأكياس اللي كوثر كانت جايباها. طبعا اتضايق جدا وراح واخد الأكياس وفتح الشقة ودخل. قعد ينده على كوثر جوه ولكن ملهاش أي أثر. فهنا يروح نازل للحارس تحت ويسأله انت ما شفتش كوثر النهاردة؟ قال له هي جت الساعة 1 وطلبت مني اجيب حاجات من السوق، ولما رجعت قعدت اخبط عليها وفي الاخر محدش رد، فسبت الشنط ونزلت عشان اكمل شغل. ولكن بقى الغريب في الموضوع ان الحارس اكد هنا لمحمود ان مراته طلعت الدور السابع، ولكن حارس العمارة برضه قال له انه مش متأكد اذا كانت نزلت تاني ولا لا، لانه بعد ما نزل من عندها بدأ يشوف شغله وراح كذا مشوار للسكان. محمود هنا استنى ساعة يمكن كوثر ترجع، ولما ما رجعتش نزل يدور عليها في كل الأماكن اللي ممكن تروحها. عدى ساعة واتنين وتلاتة، وبعد كده محمود يتصل على بيت العيلة عشان يقول لهم اللي حصل. طبعا عيلة كوثر اتخضوا وعلى طول راحوا للشقة بتاعتها عشان يشوفوا ايه الدنيا. فضلت عيلة كوثر ومحمود يدوروا عليها في كل الأماكن، ومحمود كان دايما معاهم خطوة بخطوة لحد ما تيجي الساعة 10. وهنا يقرر محمود والعيلة بتاعتها انهم يروحوا لأقرب مركز شرطة يبلغوا عن تغيب كوثر. ادولها صورة كوثر كانت مركبة، ولكن ادوا لمركز الشرطة صورة ليها بوشها عشان يعملوا التحريات. وبعد مرور 48 ساعة تبدأ المباحث إنها تشوف شغلها، وبعد كده يبدأوا يسألوا سكان العمارة عن محمود وكوثر ويعرفوا إن العلاقة ما بينهم كانت كويسة جدا. وكمان محمود ما كانش عنده مشاكل مع أي حد وما اتهمش أي حد إنه السبب في اختفاء مراته. ومن ضمن المعلومات بقى اللي جمعها رجال الأمن هي إن كوثر كانت على علاقة واحدة بس بجارة جنبيها اللي ساكنة في الدور السابع. الجارة دي كانت اسمها أم زينب، وجوزها أستاذ رضا كان شغال حلاق. في الوقت ده أم زينب ما كانتش موجودة، كانت حامل وقاعدة عند بيت أهلها. ويمر اليوم الخامس وكوثر لسه مختفية، ورجالة البحث الجنائي لسه مش لاقية أي دليل. ويمر اليوم السابع، وهنا بقى الشرطة تلاقي أجزاء من جثة مرمية في ترعة المرطية، ولكن هي أجزاء صغيرة زي أصابع الإيدين، جزء من الكف، جزء من البطن، وحاجات زي كده. ولما وصل البحث الجنائي للمكان بتاع الجريمة شاف وعرف إنها أجزاء بشرية، ولكن تقطيع الجسم بالشكل ده كان غريب وأول مرة يعدي عليهم. ولكن بقى هنا يلاقوا في مسرح الجريمة جوينتي خاص بالسيدات، ولما نقلوا الأشلاء بتاع الجثة دي والجوينتي وفحصوا كل حاجة اتبين لهم في أول الأمر إن الست ديت ما بين 17 ل 20
سنة، يفحصوا كل البيانات بتاع المتغيبين ويلاقوا إن في بنت اسمها كوثر ساكنة في فيصل عندها 19 سنة ومتغيبة من أسبوع. وبعد بقى ما يطبقوا البصمات بتاعتها يعرفوا إن الأشلاء دي فعلا لكوثر مرات محمود، وعلى طول استدعوا محمود وبدأوا يحققوا معاه عشان يعرفوا إن ملوش أي دخل بالموضوع. محمود يأكد كل الكلام اللي قاله، وإن ما كانش فيه أي خلاف ما بينه وما بين كوثر، ومفيش أي خلافات يعرفها أو أي حد يتهمه إن هو اللي عمل كده. وهنا بقى رجال الشرطة بدأوا إنهم يجمعوا معلومات عن كل الجيران اللي ساكنين في البرج، وده لأنهم اتأكدوا إن كوثر دخلت البرج وما خرجتش منه. ولكن بعد ما بيجمعوا كل المعلومات مفيش أي شائبة ممكن توصل رجالة الأمن بأي حاجة ليها علاقة بالقضية. ولكن بيكتشفوا بقى حاجة غريبة بعد اختفاء كوثر. هنا جارهم اللي في الدور السابع اللي هو رضا الحلاق ظهر عليه حاجات غريبة، زي مثلا انه دفع الايجار المتأخر عليه 3 شهور، وكمان ايجار المحل اللي كان متأخر عليه 3 شهور برضه دفعه. وعرفوا انه راح عشان يطمن على مراته اللي حامل ومسافرة. وكمان في معلومة وصلت للشرطة ان الراجل ده كان بيمر بأزمة مالية كبيرة، فايه بقى اللي يخليه بالصدفة في نفس الوقت ده يدفع كل اللي متأخر عليه؟ طبعا هنا الشرطة عملت له استدعاء، ولما وصل قال انا في واحد صاحبي كنت مسلفه فلوس وبالصدفة في الوقت ده هو بعت لي الفلوس اللي كانت عليه. هنا طبعا الكلام منطقي جدا، ولكن الشرطة خلت عينها عليه وما صدقوش كلامه. وفي نفس الوقت ده البحث الجنائي كان بيحاول انه يلاقي اي اجزاء تاني للجثة، ولكن ما كانوش لاقيين. رجال الامن برضو فضلوا يعملوا تحريات عن رضا وفضلوا شاكين فيه، وفعلا طلعوا امر انهم يفتشوا بيت رضا. واول ما يخبطوا عليه ويفتح يبان انه متوتر جدا وخايف. وفعلا دخلوا، واول ما فتحوا الحمام اتصدموا من المنظر. الدم كان مال البانيو، كان في بقع دم كده صغيرة مش باينة على البانيو. وهنا فعلا عرفوا ان في حاجة حصلت في المكان ده، وان رضا ليه علاقة بكوثر. وكمان لما دخلوا المطبخ لقيوا ان في دم كمان موجود على التلاجة، وكمان لقيوا بقايا عظم عنده فوق الدولاب، وبقايا ملابس منتقبات تحت السرير كان مخبي. فهنا رجال الامن فضلوا انهم يضغطوا عليه لحد ما اعترف وقال ان هو اللي عمل كده في كوثر. وكمان بدأ انه يدلهم على البقايا بتاعة الجثة، وقال ان هو وزعهم في 3 مناطق مختلفة. ده غير انه كان في حاجات بيحللها وبيرميها في القعدة بتاع الحمام وبيشد عليها السيفون. وتعالى بقى احكي لك التفاصيل المرعبة اللي حكاها. قال ان فعلا كوثر نزلت في يوم الاربعاء 2 اغسطس، نزلت عشان تشتري حاجات من السوق، ولما رجعت قالت للبواب انه يروح يكمل الحاجة الباقية. ولكن هنا كوثر كانت على علاقة حلوة قوي بأم زينب زي ما احنا حكينا، وجوزها كان عارف كل تفصيلة من مراته عن حياة كوثر، يعرف هي شايلة ايه، معاها دهب ايه، ومعاها فلوس ايه. واستناها لما طلعت الدور السابع، وهنا فتح باب شقته وقال لها تعالي الحقيني بسرعة، ام زينب تعبانة جدا. ودي طبعا عشان كوثر عارفة ان ام زينب حامل. فهنا هي بحسن نية تخش معاه الشقة، واول ما تخش تجري فعلا على اوضه النوم عشان تشوف ام زينب، ولكن تتفاجئ ان مفيش حد موجود. ولسه هتلف وراها لقيت ان رضا بيهجم عليها وكتم نفسها وقدر انه يموتها. قعد 10 دقايق كاملين جنب الجثة بيفكر هو هيعمل ايه وهيخبيها فين من غير ما حد يعرف انه قتلها. هنا بقى كشف ايديها وخد كل الذهب اللي كانت لابساه وراح مخبيها تحت السرير، ورمى عليها اكتر من بطانية. وبعدها يخرج من الشقة عادي جدا ويروح على المحل بتاعه، ويفضل هناك لحد الساعة 9 وهو شايف قدامه كوثر وبيفكر ازاي هيتخلص من الجثة. كوثر كانت عمالة تقول له حرام عليك بتعمل فيا ليه كده، وهو بكل هدوء راح مخلص عليها. قفل المحل بتاعه وراح على الشقة. وهو طالع البرج لقي طبعا ان في ناس كتير واقفين واستاذ محمود واقف معاهم، ففضل يسلم عليهم وعمل نفسه متضايق عشان اختفائها، وعمل نفسه كمان انه بيدور عليها لحد ما الساعة 10 تيجي ويطلع هنا الشقة بتاعته. هنا رضا طلع جثة كوثر من تحت السرير وبدأ انه ينفذ الخطة بتاعته. طبعا هو كان ذكي وقال انا هتخلص من الجثة ديت على اكتر من مرتين 3 4.
ليه؟ عشان محدش يشك فيه انه شايل مثلا حاجة تقيلة او اي حاجة تربطه بعلاقة القضية. بعد كده طلع على المطبخ وسحب سكينة وبدأ انه يقطع الجثة. ابتدى الاول بالرجلين وبعد كده دخل على الايدين، وهنا جاب اكياس ملح ورماها في المية بتاعة البانيو وحط جثة كوثر في المية. ليه؟ عشان ما يكونش فيه اي ريحة موجودة عنده في الشقة. صحي الساعة 7 بعد كده تاني يوم على كابوس، وهو انه شاف كوثر قدامه بتقوله ليه عملت فيا كده. اتخض طبعا، ولما صحي اطمن ان الجثة لسه موجودة في البانيو. تاني يوم برضو راح شغله عادي جدا، ولكن هنا بقى رجع بدري شوية عشان يكمل الخطة بتاعته. رجع للجثة تاني اللي كانت موجودة في الحمام وراح ساحبها بره البانيو، وبدأ هنا انه يفصل الراس عن الجسم ويقطع باقي الأجزاء، وكمان طلع الأمعاء بتاعتها ورماها وقطعها لحتت صغيرة وراح رميها في القعدة. وبعد كده قعد يشد السيفون كتير عشان يتأكد إن مفيش أي أثر ليها. وبعد ما التعب اتملك منه هنا بقى رجع الأجزاء الباقية في البانيو زي ما كانت ويروح يكمل النوم. تالت يوم بقى قبل ما يروح الشغل يروح هنا انه يبيع الذهب بتاع كوثر اللي سرقها منه، ويروح يسد الديون اللي عليه ويرجع بيته في تالت يوم عشان يكمل الجريمة بتاعته وينهي أي علاقة ليه بالقضية. طبعا الأجزاء الصغيرة اللي كان بيقدر يتخلص منها بعد ما يقطعها رماها وشد عليها السيفون، ولكن بقى الأجزاء الكبيرة والعظم هيعمل ايه؟ بدأ هنا انه يجمعهم في 5 أكياس كبيرة مختلفة، وبعد كده فضل يفكر ازاي ينزل من البيت ولكن مفيش كاميرات تجيبه ولا حتى حد يشك فيه. هنا جات له فكرة انه يتصل بواحد صاحبه معاه عربية ويقول له ان مراته لما سافرت نسيت تشغل التلاجة، فاللحمة كلها اللي في التلاجة باظت وفي ريحة وحشة. وفعلا هنا صاحبه يستجيب له، ولما صاحبه هنا عدى عليه نزل بال5 أكياس، والناس كانت لسه واقفة قدام العمارة بتدور على كوثر. فهنا طبعا محدش شك فيه خالص، خد الأكياس وحطها في العربية وطلعوا على مكانين. طلعت المرضية ورمى فيها كيسين، وبعد كده طلع على ترعة الزمر وراح رامي فيها 3 أكياس. وبعدها بقى سافر على البلد اللي مراته قاعدة فيها، وهنا ادالها فلوس وقال لها نفس الحكاية انه كان ليه فلوس عند واحد صاحبه ولما ردهم جه عشان يفرحها. ولكن هنا بقى هو كان لسه معاه شوية دهب تانيين، فقرر انه يبيعهم في نفس المكان عشان يبعد اي شبهة عن الدهب ده. وفعلا عمل كده، وكان كل يوم بيتابع الجرايد عشان يعرف هل لقيوا القاتل او هل حد شاكك فيه ولا لا. وقرر تاني انه يرجع ينظف المكان بتاعه ولازم يكون موجود في الشقة عشان مفيش اي شبهة تكون عليه. ولكن هو ما كانش يعرف ان في معلومات كتيرة اتجمعت عنه، وانه اول ما ينزل الشقة الشرطة هتكون مترصداله وهيتقبض عليه. هنا طبعا هو اعترف بكل حاجة وكان هادي جدا وما كانش باين عليه اي نوع من انواع التأنيب او الاحساس بالذنب. اعترف بكل حاجة، وبعدها باسبوعين بس المحكمة تحكم عليه بالإعدام. طبعا ربنا يرحم كوثر ويصبر أهلها. أشوفك على خير إن شاء الله في حلقة جديدة. متنساش تعمل اللايك والاشتراك بتوعك. أشوفك على خير وسلام.